السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة. اجمل متابعين في الدنيا واحلى اخوات، وحشتوني من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. بس اعذروني على الغيبة دي لان انا فعلا كنت تعبانة واخدة دور برد محترم، والحمد لله عدى على خير واكيد باين من صوتي. بس قلت النهاردة ان شاء الله لازم اعمل فيديو خفيف، هو عبارة عن سؤال وجواب هرد فيه على كل أسئلتكم اللي جاتلي بخصوص فيديو كنت نزلته من شهر ونص كده. فجاتلي عليه أسئلة كتير وتعليقات كتير، فقلت لازم أرد على متابعيني حبايبي. فإن شاء الله هرد عليها النهاردة من خلال سؤال وجواب. فتابعوا الفيديو للنهاية وإن شاء الله هتستفيدوا. خليني في البداية أشكركم جدا على تعليقاتكم الجميلة ومحبتكم ليا اللي دايما بتدعمني وبتشجعني إني أنزل أفكار جديدة وفيديوهات أكتر وأكتر. ولكن كالعادة قبل ما نبدأ نصلي ونسلم ونبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عايزة اقول لكم لحد اللحظة دي بتجيلي تعليقات كتير جدا على الفيديو اللي كنت نزلته من فترة اللي هو افكار لقنوات اليوتيوب بدون الظهور، وانا ان شاء الله هجاوب على كل الاسئلة دي. واول حاجة حابة اتكلم فيها او اول اجابة هجاوبها على الاسئلة بما يرضي الله وعن تجربة ومشاهدات لفيديوهات تعليمية كتير. واول حاجة هتكلم فيها وهي التبادل ده بيضر القناة مش بيفيدها، عكس ما انتم فاهمين خالص. يعني باختصار كده التبادل ده اللي هو بتشاهدي لي فيديو واقوم انا اردلك المشاهدة زي ما شاهدتي لي. طبعا عايزة اقولك اللي هيشاهد لك النهاردة مش هيشاهد لك بكرة، اللي هيشوف لك فيديو مش هيشوف التاني. يعني عملية مبادلة كده، وممكن اللي بيشاهد الفيديو يكمله وممكن ما يكملوش الا من رحم ربي. وتيجي كمان تكتب في التعليقات، والتعليقات دي بتضر القناة جدا، اللي بيتكتب فيها تم ورديلي المتابعة او تم ورديلي المشاهدة ومردود وكلام كتير من ده. اليوتيوب طبعا بيعرف من خلال الخوارزميات بتاعته ان ده بيكون تبادل بين القناتين، وممكن ما يحسبش المشاهدات دي ويحذف كمان الاشتراكات دي، لانها كمان ما بتكونش متفاعلة على القناة بتاعتك. فبتصحي فجأة تلاقي كمية اشتراكات اتحذفت من عندك، وده طبعا اكيد بيزعلك وبيجيبلك احباط. فانتي في البداية ولسه بتطلعي السلم درجة درجة، فلازم تعملي متابعين حقيقيين، ناس تحبك، ناس تعرفك وتفهمك وتحب قناتك، ناس تبقى مستنياكي، مستنية فيديوهاتك، مستنية كل جديد عنك. جمهورك انتي اللي هتعمليه، جمهورك اللي هيكمل معاكي على طول وهيقف جنبك، متابعين للقناة حابين شخصيتك وحابين فيديوهاتك في نفس الوقت. في كتير هيقولي انا لسه جديدة ومش هتعرف على اليوتيوب ولا هوصل الا بالتبادل مع القناة دي او القناة دي. عايزة اقولك بكل صراحة مش هيكملوا معاكي. اللي هيتبادل معاكي النهاردة مش هيتبادل معاكي على طول، ولكن كذا فيديو بس، وبعد كده كل واحد هيبقى في قناته وفي حاله. وعايزة اقولك انتي مش هتوصلي بين يوم وليلة، ده مستحيل طبعا، لازم هتاخدي وقت، ممكن يطول وممكن يقصر. كل ده في ايد ربنا سبحانه وتعالى. اعملي بس انت اللي عليكي وخير ان شاء الله. طيب هيجي حد ويقولي انا في البداية مش معروفة ولازم اتبادل مع قنوات تانية علشان احقق الشروط والقناة تتفعل. طب وبعد ما القناة تتفعل هتنزلي فيديوهاتك وتفضلي تتبادلي برضو علشان يجيلك عليها ربح وفلوس؟ طبعا ده مش منطقي. ولما فتحت قناتي اكتشفت كمان ان في جروبات مخصوص وصفحات للتبادل، وكمان وصلت انها بتبقى بالفلوس، يعني تدفعي مقابل المشاهدات والاشتراكات. وعايزة اقولك كل ده غلط، حتى لو عملتيه وقناتك اتفعلت بترجع تهبط تاني. لا حد بيشاهد لك ولا حد بيشترك، فبتفضلي واقفة محلك سر لحد بقى ما تبتدي تعملي جمهور ومتابعين حقيقيين ليكي وللقناة. فنصيحة مني بلاش التبادل يا جماعة، بلاش التبادل. احنا بنفرح لما بنشاهد لبعض، بنبقى حاسين بقى ان احنا جبنا مشاهدات واشتراكات، ولكن كل ده غلط على القناة.
ومن التعليقات الجميلة اللي أثرت فيا تعليق جميل بيقول: صدقيني عندي قناة للكروشيه وبقالي أكتر من 2 وبجاهد فيها ولكن بدون فايدة. الربح مفيش، وبلاحظ ان الهلس هو اللي بيجيب فلوس. عموما فيديو مفيد ولك كل الشكر والتقدير حبيبتي، نورتيني وشكرا لتعليقك الجميل. هنا بقى في حاجة عايزة أقولك عليها. حاولي تغيري المحتوى، حتى لو تعبتي على القناة حاولي تغيري المحتوى ونزلي فيديو تاني مختلف عن الكروشيه، يعني ملوش علاقة بالكروشيه وشغل الكروشيه. اي حاجة تانية شاطرة فيها ممكن تفيدي بيها غيرك، ممكن تجيب مع الناس. وممكن كمان الفيديو المختلف ده يضرب معاكي ويشغل القناة، وممكن الناس تحبك في شكل تاني مختلف غير شغل الكروشيه. يا رب تكون وصلت لك الفكرة. وبالنسبة لقنوات الهلس اللي هي شغالة طبعا دلوقتي، معاكي حق. القنوات اللي بتعمل ترندات سواء صح او فيك على حساب سمعتها وشكلها وادبها ودينها واخلاقها، ومش فارق معاها اي ترند يضرب وخلاص ارفع بيه قناتي. فعلا هي دي اللي متشافة. في قنوات كتير برضو بتعرض أدق التفاصيل الخاصة بحياتها وتلاقيها مكسرة الدنيا. برضو قنوات زي قنوات المشاكل والخناقات والألفاظ الخارجة بنلاقي ليها دعم كبير جدا علشان تنجح وتسوق سمعة المصريين بره. في فعلا ناس مخصصة لكده بترفع القنوات المسيئة، القنوات الغير أخلاقية بالمرة، اللي طبعا غيرت مجتمعنا وقيم وأخلاق أولادنا. فللأسف القنوات المحترمة بتحس بالقهر وإنها فاشلة وإنها مفيش مشاهدات ومفيش مشتركين، فده طبعا بيحبطها. وإن قنوات الهلس هي اللي ناجحة، عايزة أقولك رغم إنهم ناجحين بس الله أعلم بحالهم وما تعرفيش حياتهم عاملة إزاي. وربنا أكيد ما بيسيبش، وأكيد إن شاء الله شايل الأحسن للناس المحترمة اللي بتتعب على محتواها، محتوى ليه هدف، محتوى محترم بيفيد الغير، والله المستعان. فاستمري واشتغلي وتعبي وإن شاء الله خير بإذن الله. وعايزة أقولك قنوات الهلس والقنوات الغير أخلاقية الغير هادفة عليها مشاكل كتير جدا دلوقتي، بل وقضايا في المحاكم. وكتير من المشتركين وكتير من المتابعين ليهم عرفوهم على حقيقتهم وابتدوا يسحبوا الاشتراكات وخلاص، يعني عرفوهم على حقيقتهم، عرفوا انهم كدابين، انهم بيسيئوا ليهم ولبلدهم. فهتلاقي انهم في النازل ومبقاش ليهم مصداقية عند المتابعين بتوعهم، فبيحاولوا يعملوا اي حاجة ترند، اي حاجة فيك يجذبوا بيها المتابعين وخلاص، وهي دي بقت محتواهم وهو ده بقى قنواتهم. فان شاء الله خير لكل القنوات اللي عندها هدف، المستمرة اللي بتتعب، فاستمر ان شاء الله خير. تمام. في تعليق حد بيقولي ازاي افتح قناة على اليوتيوب. بصي حبيبتي، في البداية كده سهل جدا اي حد يفتح قناة على اليوتيوب طالما معاكي موبايل وفي نت وعندك ايميل هتفتحي قناة. هي مجرد خطوات بتمشي خطوة خطوة. هتدخلي على اليوتيوب وهتلاقي دايرة صغيرة كده على الشمال بايميلك، هتدوسي عليها وتدوسي انشاء قناة. هتمشي مع الخطوات وتعملي قناة بكل بساطة، ولكن في خطوات تانية لازم تعمليها علشان تبقى قناة سليمة. لازم بتحطي صورة ليها، وكمان بتعملي بانر للقناة واسم للقناة ونبذة مختصرة او تعريف القناة، يعني القناة دي هتبقى لايه وهتقدمي فيها ايه. انا بس مش عايزة انسى حاجة، ومن الافضل انك تعملي ايميل خاص بالقناة بس، يكون خاص بيها هي بس، وتكوني طبعا مأمناه كويس.
وانا برضو قبل كده قلت ان في قنوات تعليمية كتير بتقدم شروحات وكل حاجة بالتفصيل وعملي كمان، بمجرد انك تدخلي على اليوتيوب وتكتبي ازاي افتح قناة، بتظهر لك قنوات كتير جدا وبتعرفك خطوة خطوة ازاي تفتحي قناة. يعني الامور سهلة جدا وبسيطة، وتقدري تفتحيها في 5 دقايق. في تعليق بيقولي طب ازاي اعمل فيديو بصوتي بس على اليوتيوب؟ طيب، ما انا شرحت قبل كده يا جماعة في فيديو، وقلت هتفتحي قناة وهتقدمي فيها اللي انت حباه وشاطرة فيه، وهتقدري تفيدي بيه غيرك. لو حابة تظهري فيها يبقى تمام، لو مش حابة برضو مفيش مشكلة، اللي يريحك. بتصوري الفيديو بتاعك بكل بساطة، بتفتحي كاميرا الموبايل وتحطيه على الستاند او حد ممكن يمسكهولك ويصورك. وبعد ما بتخلصي بتسجلي صوتك عليه، بتشرحي ايه اللي بتعمليه وايه اللي في الفيديو. ولازم طبعا يبقى عندك برنامج مونتاج وانا هتكلم عنه دلوقتي. بتحطي الفيديو عليه، على اللي صورتيه على البرنامج ده، وبتسجلي عليه صوت وبتنزليه عادي بكل بساطة. بس في حاجة هنا عايزة اقولك، طبعا انتي اول مرة هتبقي بتسجلي وهيبقى عندك توتر ومتلخبطة وحاسة انك مش عارفة تتكلمي، فياريت تحضري الكلام اللي عايزة تقوليه في ورق أو كشكول، خليه مخصص لكده، وتجهزي فيه السكريبت أو الموضوع اللي هتتكلمي فيه قبل ما تعملي الفيديو، لحد بس ما تتعودي وتاخدي على الموضوع علشان ما تنسيش حاجة أو تتلخبطي، فده بيكون أفضل بكتير في الأول. وعندك برضو في الموبايل حاجة اسمها تسجيل الصوت، لو حابة تسجلي فيها الأول السكريبت بتاعك أو الكلام بتاعك، بعد كده بتضيفيه على مقاطع الفيديو في الأول. عايزة أقولك هو الموضوع بيبقى صعب شوية، ولكن مع التعود العملية بتبقى سهلة وبسيطة. في برضو تعليق من التعليقات بيقول هل عمل القناة مكلف؟ وإن كان فكم التكليف بالتفصيل الممل؟ لا، هي القناة ما فيهاش اي تكلفة خالص غير النت طبعا، موبايلك والنت وشغلك ومجهودك وبس. ولكن برضو علشان نبقى صراحة مع بعض، لو قناة طبخ هتحتاجي اكيد تكاليف الحاجة اللي هتعمليها، وعلى طول باستمرار عايزة تجددي في الادوات. وفي برضو قنوات اللي هي بيبقى فيها الفلوجات وتصوير طبعا داخل المحلات، فاكيد طبعا في فلوس مواصلات وكده. بس هو ده تقريبا كل التكلفة اللي هتتكلفيها يعني. ولو في قنوات برضو لشغل الهاند ميد والكروشيه والحاجات اللي زي كده، فاكيد برضو بتستخدمي خامات وبتصرفي عليها يعني، بس مش اكتر من كده. التعليق اللي بعد كده بيقول يا ريت اعرف امنتج مش بعرف، وهنا بقى سأصمت قليلا. عايزة اقولك ان القناة دي اللي لسه بادئة فيها دي مشروعك زيها زي اي مشروع. ازاي هتبدأي مشروعك ايا كان نوعه، مش شرط القناة، اي مشروع تاني وانتي مش شاطرة فيه او مش فاهمة فيه حاجة، فلازم اي مشروع في الدنيا تكوني مجهزاله دراسة جدوى ومتعلماه كويس وكل حاجة تخصه علشان ينجح. فهنا بقى لازم اقولك وضروري جدا تتعلمي المونتاج الاول قبل ما تفتحي القناة، لان لو فتحتي قناة ومعرفتيش تمنتجي الفيديو وتظبطيه، اكيد محدش هيشوفه ولا هيشاهد القناة ولا هيشاهد الفيديو نفسه. هو مش اي حاجة تتصور واقوم منزلها وعلى طول وخلاص، لا، لازم الفيديو صوت كويس، صورة كويسة، اضاءة حتى لو كانت بسيطة. الامكانيات في الاول هتكون طبعا بسيطة، بس مع بساطة الامكانيات لازم برضو نقدم حاجة كويسة. فالمونتاج يا جماعة أساسي جدا جدا لأي فيديو وأساسي جدا لنجاح أي قناة. فأنا بنصح محدش يفتح قناة إلا لما يتدرب ويتعلم المونتاج كويس جدا الأول. يجي للتعليق اللي بعد كده، ما هي البرامج الأفضل للمونتاج؟ هقولك حاضر. افضل برامج المونتاج اللي انا شخصيا كنت بستخدمها برنامج كاب كات.
يعني من اجمل البرامج واسهلها، وكل المميزات فيه بصراحة. هو كان الأول فري مجانا، ولكن دلوقتي للأسف بقى بفلوس، لازم تحولوا فلوس الأول علشان تشتغلوا عليه. وطبعا ده أكيد زعلني، وقعدت بقى مع نفسي كده أدور على برامج تانية نفس إمكانياته. بصي، أنا عايزاكي طالما فتحتي قناة كل شوية تبحثي وتتعلمي الأحدث والأسهل، سواء في التصوير أو المونتاج أو غيره، علشان تطوري من نفسك ومن قناتك. فالحمد لله يعني توصلت لبرامج كويسة جدا زي انشوت وكين ماستر. الاتنين دول اجمل من بعض. بتنزليهم عادي من جوجل بلاي، وبتثبتوا عندك وبتشتغل عليهم عادي خالص. حتى لو مش عارفة وقت فراغك اقعدي كده وامسكي الموبايل بتاعك وجربي على اي مقطع فيديو ليكي على موبايلك، وجربي فيه الصوت، جربي الصورة، ازاي تقصي من المقطع، ازاي تضيفي كلام، او ازاي تحذفي صوتك، او ازاي تضيفي مقطع ورا مقطع، وهكذا. يعني اي وقت فاضي عندك اقعدي وتعلمي وجربي واغلطي، لازم تتعلمي علشان تنجحي قناتك. فلازم المونتاج ضروري جدا لفيديو ناجح وقناة ناجحة. ونجاح الفيديو اكيد يعني نجاح القناة. عايزة اقول لكم التعليقات كتير جدا، بس انا بحاول اختصر. هنا بيقول لي ينفع مطلعش بصوتي ولا شرط؟ لا، ينفع طبعا. في قنوات كتير فيديو فقط بدون صوت، يا اما بتضيف على الفيديو موسيقى خفيفة، او بتكتب على الفيديو عادي، القناة بتتقبل وكل حاجة وبتشتغل عادي يعني. بس من الافضل انك ان يبقى في صوت على الفيديو، اللي هو صوتك طبعا، علشان تتفاعلي اكتر مع متابعينك. لو في اي توضيح او رد على حاجة او استفسار، او هتشرحي لهم حاجة، وهكذا يعني. اي حد مننا بيبقى عايز يشوف الفيديو صوت وصورة، مش صورة فقط او صوت فقط. فعادي يعني، لا مفيش اي مشكلة. معلش حبايب قلبي، سامحوني على صوتي. انا فعلا زي ما قلت لكم في اول الفيديو خارجة من دور برد صعب، والحمد لله عدى على خير. فانا بعتذر لكم على صوتي التعبان يعني. تعليق برضو بيقولي لازم اكون مدرسة لشرح مادة دراسية انا قوية فيها. طبعا حبيبتي انا جاوبتك على السؤال ده اللي سألتي عليه، ولكن بجاوب طبعا علشان اللي حابب يسمع ويعرف الإجابة تبقى للكل. لا مش لازم. لو انت شاطرة في مادة معينة، او هتقدري توصليها بطريقة مبسطة وسلسة للأولاد، وواخدة كورسات فيها تقدري تفيدي بيها غيرك، فتمام، توكلي على الله وربنا يجازيكي كل الخير. طبعا احنا مفتقدين القنوات دي بصراحة يعني، قنوات الشرح التعليمية لازم تكتر علشان أولادنا يتفرجوا عليها ويستفادوا منها. فتوكلي على الله وخير إن شاء الله. ليه تاني بيقولي بارك الله فيكي، عايزة اعمل فيديو من غير صوت. حبيبتي تسلمي، متشكرة على ذوقك. ممكن طبعا عادي جدا، بس انا افضل ان يكون في صوت وتواصل بينك وبين متابعينك. تعليق برضو بيقول هو الصوت بالذكاء الاصطناعي. طبعا في صوت بالذكاء الاصطناعي ال AI، وده طبعا التوب دلوقتي في السوشيال ميديا عموما. والقنوات اللي شغالة بالذكاء الاصطناعي قنوات ناجحة جدا، ولكن مش الكل هيعرف يشتغل بالذكاء الاصطناعي او عارفه. فخلينا في الطبيعي احسن. من ضمن التعليقات برضو ازاي اعمل الصور المتحركة على الشاشة اثناء الشرح؟ انا مش فاهمة بصراحة يعني ايه الصور المتحركة. يعني انت تقصدي ايه؟ الكرتون يعني الصور الكرتونية، ولا الايموجي، ولا ايه بالظبط؟ يعني انا مش فاهمة اثناء الشرح صور متحركة ازاي، او مقاطع الفيديو بتتحرك. يعني انا مش فاهمة بصراحة السؤال ده كويس.
حد بيقول لي هو انا ممكن قناتي تتقبل ولا مش هتتقبل علشان المحتوى كتابي؟ لا هتتقبل. مش هتتقبل ليه؟ مادام محتواكي خاص بيكي، مفيش حقوق طبع ونشر، حاجة مش واخداها من قناة غيرك وحطاها عندك وشغلك انتي، لا تمام هتتقبل ان شاء الله. تعليق تاني بيقولي ممكن تقوليلي ازاي اركب مقطع الصوت على صورة واحدة او اجيب فيديوهات اركب عليها صوت لو بعمل محتوى ديني؟ طيب وانتي بتمنتجي هتحطي الصورة اللي هتتكلمي عليها او هتشرحيها، بتحطيها وبتعملي لها او بتدوسي على علامة تكرار، فهتتكرر معاكي لو صورة واحدة. لو عايزاها تكمل معاكي للآخر الفيديو هي هتبقى صورة واحدة، وهتدوسي تسجيل صوتي وتسجلي عليها عادي، او بتسجلي صوت في الاول على الفون بتاعك وتركبيه على الصورة. وازاي تجيبي فيديوهات؟ لازم فيديوهات ما يكونش عليها حقوق طبع ونشر طبعا علشان غلط على القناة. هاتيها من مكتبة اليوتيوب، بس برضو مش مضمونة. وطبعا هنا الموضوع طويل شوية وقنوات كتير تعليمية شرحها على اليوتيوب. فمن الافضل ان انتي يبقى حاجة كاتباها بايدك او صور تبعك انتي وتشرحي عليها المحتوى. تعليق برضو بيقولي طيب مونتاج الفيديو بتاعك ايه لانه عاجبني؟ طبعا الفيديو اللي انا كنت نزلته اللي هو ازاي تنزلي فيديوهات على اليوتيوب بدون الظهور، ده كان على كاب كات قبل ما يبقى بفلوس طبعا. لما كان مجاني انا كنت عامله المونتاج بتاعه على برنامج كاب كات. السلام عليكم، لو مش عارفة اعمل قناة ممكن حد يساعدني؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبتي. انا جاوبت في الاول ازاي تنشئي قناة، فتابعي الفيديو من الاول. التعليق اللي بعد كده بيقول يعطيك العافية، انا عندي قناة بس مش عارفة افعلها وانا بشتغل كروشيه، ممكن انزل صور للقطع؟ حبيبتي تسلمي ومتشكرة لذوقك. ما هو صور بس ازاي؟ مش فاهمة يعني هتصوري شغلك بس وتعرضيه ولا هتشتغلي فيديو بايدك؟ مش واضح يعني. لو هتشتغلي بايدك تظبطي كاميرا الموبايل على الشغل بتاعك وانتي شغالة عادي وتشرحي انتي بتعملي ايه وتوصلي الفكرة لمتابعينك وازاي يشتغلوا ويجيبوا الخامات منين وايه اسعارها وهكذا. ده اللي انا فهمته من السؤال يعني. طيب هل فكرة الرسم بتقبل اثناء المراجعة؟ طبعا زي اي قناة، وعلى فكرة في كتير مننا بيحب الرسم سواء كبار او اطفال، فبيبحث على اليوتيوب ازاي يتعلم الرسم وبيدور كتير على القنوات اللي زي دي. وعايزة اقولك من القنوات الجميلة الممتعة الناجحة، فاستمري ربنا يوفقك ان شاء الله. تمام. تعليق برضو بيقولي لو بحكي قصص مش عايزة اظهر اعمل ايه؟ على فكرة انا مجاوبة في الفيديو نفسه بتاع الظهور على اليوتيوب بصوتك فقط، بس هجاوبك تاني عادي. بتحطي القصة اللي هي الصورة المعبرة عن القصة اللي هتحكيها، او الفيديو المعبر برضو عن القصة اللي هتحكيها، وبتحكيها بصوتك عادي. سواء بقى انتي مسجلة الصوت او لسه هتسجليه على الفيديو مباشرة، وبتمنتجي الفيديو وبتنزليه عادي. مجرد بس ان انتي بتنزلي الصور او القصة او الفيديو نفسه، ايا كان نوع القصة اللي تحكيها، وبتتكلمي عليها عادي، مفيش اي مشكلة. عندي برضو تعليق بيقول لو عايزة افتح قناة تعليمية افتحها ازاي؟ انا جاوبت في الاول يا حبيبتي على السؤال ده. طيب ولو هصور ينفع الموبايل بس ولا في اجهزة اخرى؟ لك جزيل الشكر، نورتيني طبعا قبل اي حاجة. لا هتصوري بالموبايل بس، وكل اللي هتجيبيه حامل او ستاند للموبايل علشان تثبتيه عليه وانت بتشرحي. ولو مش حابة تظهري يبقى الموبايل بس هتثبتيه على الحامل وتثبتي الكاميرا على ايدك وانت بتشرحي للاولاد، سواء كان في الكتاب او في ورق انت كاتباه او هتكتبيه بايدك.
او مثلا لو انت هتجهزي الورق مكتوب وجاهز وكل حاجة ومكتوب فيه المادة العلمية، بما انك بتقولي قناة تعليمية، المادة العلمية اللي هتشرحيها للاولاد ممكن انت تحطيها على اي ترابيزة وبتصوري بايدك عادي خالص، تبتدي بقى تسجلي بصوتك على الشرح، او هتقولي الشرح للاولاد بصوتك انت، يا اما تسجليه وتبتدي تركبيه على الصورة، او بتسجليه مباشرة وانت بتشرحي، او لو مش متوفر الستاند او حامل الموبايل، اي حد بيكون معاكي بيصور بيصورك لو حابة تظهري، او بيسلط الكاميرا على ايدك لو مش حابة تظهري وانت بتشرحي للاولاد، وبتوصلي المعلومة بصوتك للاولاد. وبس كده، يعني هي عملية سهلة مش معقدة خالص، وان شاء الله بالتوفيق. وعايزة اقول لكم عوامل نجاح الفيديو المونتاج، الصورة المصغرة، وعنوان الفيديو، لازم عنوان يجذب المتابع وما يكونش فيك ملوش علاقة خالص بالفيديو، لأ يكون ليه علاقة بالفيديو وبنفس الوقت يجذب المتابع. طبعا احنا اتكلمنا على المونتاج، اما افضل برامج للصورة المصغرة هو برنامج كانفا، وهو مش لليوتيوب بس، لا ده للفيسبوك والانستجرام والتيك توك، يعني كل حاجة خاصة بالسوشيال ميديا، وانا بنصحكم بيه برنامج كانفا. بصراحة من اجمل البرامج لعمل الصورة المصغرة لليوتيوب لقنوات اليوتيوب، فانا بنصحكم بيه، انا شخصيا بستخدمه. تمام، هكتفي بالتعليقات دي بس النهاردة، وان شاء الله هعمل جزء تاني للفيديو. يا رب تكونوا استفدتوا ولا حاجة بسيطة. تنسوش اللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناة لو اول مرة تشوفيني، وعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. في رعاية الله، مع السلامة.